لا، ما هو حضرتك ده مش رد كده شركه هتقف. كنت قاعد من اسبوعين مع كلاينت بنعمل بزنس ديفلوبمنت بلان ونشوف ازاي يقدر يطور الاعمال بتاعته في كذا بلد تانية عشان يبتدي يصدر. فكنت قاعد مع سبلاي تشين دايركتور بتاعه، فبقول له انتوا بتجيبوا الرو ماتيريال بتاعتكم منين؟ وابتدينا ندردش شويه. انت لو حصل اي ديسربشن في الراوتس بتاعه السبلاي تشين بتاعك، ايه البلان بتاعتك؟ الرد كان هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. لا، ما هو حضرتك ده مش رد كده شركه هتقف. قال لك ما انا عندي بلان بي وعندي بلان سي، بس يعني انت عايزني كل فتره اروح اكلم الناس اللي بيشتغلوا او اللي يقدروا يدوني رو ماتيريالز از بلان بي عشان اعرف اخبارهم ايه والاسعار بتاعتهم عامله ازاي كل شهرين ثلاثه ولا كل 6 شهور، وفي الاخر ما اشتريش منه؟ ما كده الناس مش هترد عليا. هو عنده حق. وهنا بقى بيجي دور الاي اي. تعالوا كده نبص مع بعض ايه الديسربشنز اللي حصلت في طرق السبلاي تشين في السنين اللي فاتت. اول حاجه مصانع الاسمنت عندنا في 2022 كنا متوقعين طبعا ان في حاجه تحصل ما بين روسيا واوكرانيا، وحصلت في 2022، وده كان احد اهم الاسباب. الفحم ابتدى يقل توريده لمصر لان هو كانوا بيجي عن طريق روسيا واوكرانيا. قعدنا فتره الشركات واقفه مش عارفه تعمل ايه لحد ما ابتدوا يجي لهم شحنات من رومانيا ومن امريكا. هنا ده تاخير حصل في الانتاج، اوردرز قاعده بتبايل اب، وكان متوقع ان حاجه زي كده تحصل ولكن ما حدش كان عارف هتحصل امتى. طب دي حاجه احنا كنا متوقعينها. تعالوا نشوف حاجه احنا ما كناش متوقعينها. مثلا لما جنحت سفينه ايفر جرين في قناه السويس، مين كان متوقع ان قناه السويس ممكن تتسد في وقت من الاوقات؟ بس حصلت. واكتر ناس اتاذت في القصه دي كانت حديد عز، لان هو بيجيب الايرن اور بتاعه من بره. على ما اتحلت المشكله وابتدت المراكب تعدي بقى بعد ما كان في طبعا كوريدور طويل، كان كل ده برضو اوردرز قاعده بتيجي ومش عارفين نسبلاي، الاسعار قاعده بترتفع. دي كانت حاجه غير متوقعه. من الاخر لما بنيجي نعمل اي بزنس كيس دايما بنعمل ريسك اسسمنت، بنشوف ايه الريسكس اللي ممكن تحصل، السيفيريتي بتاعتها قد ايه، والبروبابيلتي انها تحصل اصلا قد ايه. وهنا بيجي دور الاي اي. يعني انت عندك بوش وتويوتا مثلا بيستخدموا تول اسمها اي اي ديماند فوركاستنج عشان يعرفوا الديماند ده هيعلى امتى وهيقل امتى. سيمنز وميرسك بيستخدموا الريل تايم فيزابيليتي والبريدكتيف ديسربشن مانجمنت عشان يبقى شايف الشحنات وهي طالعه وهي داخله، الطريق بتاعها عامل ايه التوقع ان يحصل ديسربشن، فاقدر اتصرف واشوف لي حل تاني بسرعه، او ان انا انجيج بلان بي او بلان سي. في نفس الوقت طبعا امازون ووول مارت بيستخدموا وير هاوس اوتوميشن، طبيعي دول اساتذه الوير هاوسز. كوكا كولا وتسلا بيستخدموا السبلاي كولابوريشن بلاتفورم، اللي هو انا عندي بلاتفورم اي اي وانت كمان السبلاير بتاعك عندك نفس البلاتفورم، والاثنين اي اي بيكلموا بعض واحنا سايبين ايدينا بقى والموضوع كله قاعد بيتظبط واحنا قاعدين بنتفرج عليه. عندك يونيليفر ومايكروسوفت بيستخدموا بقى اللي انا كنت لسه بتكلم مع حضراتكم عليه، الاي اي باور ريسك مانجمنت.